رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عليه الصلاة والسلام في حفرة، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم من أسنانه، وشج وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وضرب ضربتين شديدتين، وقد كان عليه الصلاة والسلام قد لبس مغفرا على رأسه يغطي به من ضربات السيوف والقنا. ضرب عليه الصلاة والسلام ضربتين شديدتين على وجهه حتى التصقت ودخلت حلقتين من حلقات هذا المغفر في وجنتيه الشريفين صلى الله عليه وسلم. خالطت العظم من شدة الضربة. وجاءه رجل من الكفار يقال له عبد الله بن قمئة، وضرب النبي عليه الصلاة والسلام على كتفه ضربة قوية وهو يقول: خذها وأنا ابن قمئة. فقال عليه الصلاة والسلام: أقمأك الله. قالوا: فبقي أثر هذه الضربة على جسد النبي مدة شهر بعد غزوة أحد من قوة الضربة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كيف يفلح قوم شقوا وجه نبيهم. تخيل هذا الموقف، والدماء تنزل من وجهه الشريف بأبي هو وأمي ونفسي وذريتي صلوات الله وسلامه عليه. يقول أبو بكر لما شاهد هذا الموقف ونظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف المحزن المخزي لمن عاداه، توجه أبو بكر يريد أن يفزع إلى رسول الله. قال: فرأيت فارسا يقدم من بعيد كالطير، فقلت: اللهم اجعله على خير. يخشى أن يكون هذا الفارس المقدم يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كاد النبي أن يموت في تلك المعركة، بل إنه أشيع أنه مات صلى الله عليه وسلم، حتى خارت قوى بعض الصحابة وبعضهم رمى السيف، حتى أنزل الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. المهم، قال أبو بكر: وإذا بالفارس يقدم، وإذا به أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأراد أبو بكر كعادته في المسابقة إلى الخير والمبادرة إلى العمل والمساهمة بكل ما يملك لخدمة هذا الدين وخدمة حبيبه صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينتزع ويخرج هذه الحلقات من وجنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أناشدك الله يا أبا بكر أن تجعل لي شرف إخراج هذه الحلقات. فتركه أبو بكر، فخشي أبو عبيدة أن يسحب هذه الحلقات بيده أو يخلخلها بيده، وربما لا تستطيع يده مع كثرة الدم أن تمسكها جيدا فتفلت فيتأذى النبي ويتحسس. فما كان منه إلا أن دنا بوجهه إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ومسك الحلقة بثنيته وأسنانه وشد عليها شدا قويا حتى لا تفلت، ثم شدها من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط. فخرجت الحلقة وسقطت معها إحدى ثنيتي أبي عبيدة، سقط سنه. ثم قام أبو بكر يريد أن ينزع الثانية، فقال: أناشدك الله أن تتركها يا أبا بكر. فقام أبو عبيدة وعض على الثانية بثنيته الأخرى وشدها حتى لا تفلت، ثم نزعها بفمه شيئا فشيئا حتى لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما خرجت تلك الحلقة حتى سقطت ثنيته الثانية، والدم ينزل من فمه رضي الله عنه، ولكنه مسرور مستبشر أنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقدر. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. يقول أهل السير قالوا: فلما سقطت ثنيتاه زاد وجهه جمالا وإشراقا، فما رؤي هتم أجمل ولا أفضل من هتم أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.